نورهان، إذا عندك بواقي كيك مش عارفة شو تعملي فيها، محتارة ومش حابة تكبيها، تعالي مع بعض نعمل أطيب وأذكى وأسهل كاسات كيك بمنظر طبعا خرافي وبشهي، بتقدم للضيوف بطريقة بتجنن وسهلة وبسيطة، مكونات مش مكلفة أبدا، كلها متوفرة عندك بالبيت. رح نعملها بطريقة هيك تكون مرتبة ومشخصة شوي ومظبطة. تعالوا نتعرف على المقادير الموجودة عندنا. طبعا كلنا هي إعادة تدوير طبعا لكيكة شوكولاتة. أنا استخدمت قبل، كان عندي هيك قطع كيك شوكولاتة ما بدي إياهم، فتفتهم هيك ناعم، خليتهم هيك ناعمين زي الرمل. هلا أي كيك عندك فانيلا شوكولاتة بيزبط، أنا هيك كانت متوفر عندي. هلا راح أضيف عليها شوية أشياء، يعني جوز هند عندي شوي وعندي شوية زبيب. هلا ممكن تضيفي أي مكسرات أنت بدك إياهم، لوز، فستق، بندق، أي شيء بدك إياه، بس أنا هذا متوفر عندي فأنا ضفته. هلا بدي أحركهم وأخلطهم، هيك صارت الكيك جاهز لأن بدي أستخدمه. هلا راح أجيب علبة أناناس، طبعا هي الكيك صار جاهز. علبة أناناس بدي أقطعها مكعبات صغيرة، إذا مش متوفر الأناناس عادي وممكن أستخدم فراولة أي فواكه عندي. وعندي المي اللي بتكون بعلبة الأناناس خليتها راح أستخدمها. هلا عندي كريمة، بالنسبة للكريمة أنا جبت كاسة ونص كريمة بودرة لأني أنا بشتريها أنا في المحلات مستلزمات حلويات بالكيلو، وخفقت كاسة ونص كريمة مع كاسة حليب بارد، وبعدين قسمتها نصين، نص خليتها كريمة بيضاء ونص زهرية. بالنسبة للكاسات راح استخدم كاسات زجاجة كبيرة لها قاعدة، وراح استخدم كاسات بلاستيك مقوى صغار. هلا الطريقة أسهل وأبسط منها ما في، هي فكرة إعادة تدوير لكيكة موجودة عندي ما بدي أكبها ومخسر عليها. هلا بحط شوية كيك من عندي. هلا المي اللي بتكون بالاناناس مهمه، اذا ما استخدمت اناناس استخدمت اي نوع تاني، بعمل اي عصير بدي اياه ممكن. هلا حطيت شويه مية اناناس، بدي احط قطع الاناناس. طبعا اذا عندك فراوله او كرز احمر كتير بيطلع زاكي محل الكيكه. هلا بدي احط طبقه كريمه من اللي عندي. طبعا لازم نركب فورمه في كيس الكريمه، انا ركبت فورمه في كل كيس. طيب هلا بدي احط طبقه كريمه، بدي ارجع احط كيك واناناس. هلا الطبقه الثانيه والثالثه للكيك بحطش المي عشان ما تخبص الكريمه، بس الطبقه تحت ببلها بشويه ميه الاناناس، اذا ما في حكينا عصير. هلا بدي اظبط شكل الكريمه عشان يبين على الجنب من الكاسات لما اعرضهم، فحاولوا تحطوا الكريمه على اطراف الكاسه. هلا بدي ارجع احط طبعا كيك. هلا الطبقات انا حره فيها، ممكن اعمل 2 او 3 حسب مساحه الكاسه اللي عندي. هدول الكاسات كبار فانا رح ياخذوا 3 طبقات مي. هي حطيت قطع الاناناس، بدي ارجع احط كريمة طبعا. هلا ممكن الون الكريمة طبقة بيضة وطبقة زهرية، هي طبعا التزيين اشي شخصي بيرجع لكم، بس انا حبيت اعمله بهاي الطريقة هيك، اشي ابيض واشي زهر. طيب هلا اذا انا بدي احط الكريمة واظبطها، بس هي الكريمة طبعا هي جامدة وكل اشي، بس شوي بتغلب لانه الكمية كبيرة بالكيس الحلواني. هلا بدي ارجع احط طبقات الكيك. شايفين الطبقة الثانية والثالثة أنا ما بليت الكيك عشان الكريمة ما تخرب معي، بس الطبقة تحت بليتها. هلا كله بيطرى من بعضه. هلا بدي أبلش طبعا أزين بالوجه. هلا أنا بعملها على شكل وردات، أي إشي بدكم إياه. طبعا هون مش واضحين كثير بالتصوير، بس هم على المنظر بجننوا كثير، كانوا حلوين شكل الكاسات وطعمهم كثير زاكي، فكرتهم بسيطة، ما أخذت معي 5 دقايق شغل، يا دوب كنت مخلصة كل الكمية. زين هلا أنا بدي أعمل على شكل وردات، ممكن أعملهم أي شكل بدي إياه. بدي اخلص الكاسة على السريع، وراح اعمل معكم كمان كاسة من الصغار اللي هي هلا هذول الكاسات الكبار انا خلصتهم. هلا ممكن اقدمهم طبعا للضيوف الكبار، لما يجي عندي اطفال صغار بستخدم الكاسات الصغار، هي بلاستيك مقوى. اول اشي حجمها اصغر عشان ما ينكبش لانه متربنا حرام. تاني اشي انه اذا وقعت ما بتنكسر. اذا انا هلا حطيت طبقة كيك، شربتها بالمي اللي عندي، راح ابلش استخدم الكريمة الزهرية. طبعا طلعوا الفورمولا اللي انا استخدمتها غير هذيك، هي الفورمولا انا بستخدمها البيتي فور. اي فورمة عندكم ممكن تستخدموها. اذا ما عندك فورمات الكريمة عادي بمعلقة حطي، او بكيس حلواني بدون فورمة، بس رح يغلبك، ولما تزيني الوجه ما رح يطلع لهم رسمة، بس عادي يعني بنمشي حالنا باي اشي متوفر، مهم نعمل اشي زاكي وطيب للولاد يحبوه. هلا بدي ارجع اعمل كمان طبقة، حطيت الكريمة انا. هلا لو ما عندنا كمان اكياس الحلواني هدول عادي، ممكن شو اسمه نستخدم كيس تفريز، بحط فيه وبفتحه فتحة صغيرة من الجنب. هلا انا طبعا عملت هاي الكاسة طبقتين لانها ما وسعت 3 طبقات. انا طبقة كيك، عصير اناناس وحب اناناس، بعدين كيك، بعدين زينتها. هلا انا خلصت كل الكمية هاي. الكمية هاي اللي عندي عملت عندي 9 كاسات، 6 صغار و3 كبار. طبعا زينتهم بقطع الاناناس اللي ضلت عندي، ورشيت عليهم فرمسيلي هذا اللي بستخدمه انا بالبيتي فور، ورشيت على الكاسات فستق احلبي كمان. هم مش واضح كثير، بس طبعا منظرهم احلى، هم كثير على الطبيعة احلى طبعا.
من التصوير وبين رسمها، لا بس اخلصهم كلهم طبعا. قبل ما اقدمهم للضيوف لازم احطهم بالثلاجة ساعة ساعتين عشان الكريمة تجمد وما تسيح، لانه الجو شوي حر عندي. بعدين بقدمهم طبعا للضيوف. هي كتير زاكية ومرتبة وسهلة وبسيطة، ما بتغلبك، وحرام بواقي الكيك ما تكبيها تستفيدي منها. هلا ممكن اذا كان عندي كيك كمان على فانيلا بقدر احط طبقة شوكولاتة وطبقة فانيلا. اذا كان عندي كيك فانيلا وانا حابة الونه على شوكولاتة عادي بضيف شوية كاكاو من عندي وبخلطه مع شوية جيمر، ممكن مع شوية حليب مكثف محلى مع شوية عصير، بس ما بكثر عصير عشان ما يخبص الكيك بتلون عندي. هذه يعني كل مشكلة لها حل. طلعوا الكاسات ما أحلاهم. إذا عجبتكم النتيجة بتمنى تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تحطوا لنا لايك وتنشروا المقطع في كل مكان. ويعطيكم العافية وصحة وعافية لكم جميعا. وأنا بنصحكم كلكم تجربوها لأنها كثير سهلة وضيافة بتبيض الوجه. شكرا لكم على المتابعة. يعطيكم العافية.